السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس، وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده انا هقولك ازاي انت بتتعلم فيزيكلي، ايه اللي بيحصل جوه دماغك وانت بتتعلم وانت بتكتسب معلومة ومهارة جديدة. خلي بالك ده مهم جدا جدا جدا. انا قلت في فيديو قبل كده ان دماغك مش هارد ديسك، وان انت مش مصمم عشان تستورج المعلومات بكفاءة، مما يجعلك ان تعتقد ان ممكن يكون الهارد ديسك احسن من دماغك واقوى من دماغك واكفأ. بس في الحقيقة هو اي نعم الهارد ديسك بيحفظ اسرع منك واكتر منك وادق منك، ولكن انت عندك الاهم من الحفظ. اولا نحلل طريقه عمل الهارد درايف او السي دي او الفلاش درايف او اي نوع، اي اداه تخزين ديجيتال بتستخدمها. هتلاقي ان هي بتعمل ايه؟ بيبقى في جواها ترانزستورات كتير قوي بالهبل. مجرد ما انت تدخل عليها اي نوع من الداتا هي تلقائيا بتترجمه لشكل ديجيتال عشان تعرف تحفظه في شكل مادي. ازاي بقى؟ طبعا الداتا بتاعتك دي ممكن تكون تكست، ممكن تكون صورة، ممكن تكون فيديو. كل الداتا تايبس دي يا جدعان ممكن تترجمها لشكل ديجيتال او لوحايد وصفار. فهو بياخد الوحايد والاصفار دي، الداتا اللي انت خزنتها فيه وانت جمعتها منه، ويروح يوديها على ترانزستورز دي، ومثلا يعمل هنا دي كده يحسبها واحد، ودي عايزها صفر فبيسيبها، ودي كمان عايزها صفر فبيسيبها، ودي كمان عايزها واحد فبيعلم عليها، وهكذا. بيقعد يقفل ويفتح في الترانزستورات لحد ما يشكل عندك الداتا. نرجع اللون الازرق بتاعنا. طيب، عقلك بيشتغل بطريقه مختلفه عن كده، تمام؟ لو جينا نمسك مخ الانسان، البني ادم طبيعي، ده بني ادم طبيعي جدا، جوه هنا بقى كده جوه دماغه كده في سيستم. السيستم ده اسمه النيورونز، الخلايا العصبيه او المسارات العصبيه او ايا كان. طيب بتشتغل ازاي النيورونز دي؟ زي ما انت شايف دي كده نيرونايه او يعني واحده من النيورونز، مفرد نيرون يعني النيرونات، او خليه عصبيه من الخلايا اللي موجوده في دماغك. طبعا الخلايا دي موجود منها كتير جدا، بالملايين وبالمئات الملايين، وايه ارقام كبيره جدا ودقيقه جدا ما بتتشافش من كترها. فالفكره ان دي كمان نيرونايه حلوه قوي، يبقى دي نيرونتين في الشبكه العصبيه بتاعتك. انت دلوقتي بتكتسب معرفه، بتكتسب حاجه جديده. انت مثلا وانت لسه اول ما بتتولد بتتعلم لغه، فاول مره بتسمع فيها كلام اللغه ده بتبتدي عندك ينشأ زي يعني تلامس بسيط ما بين خليتين عصبيتين عشوائيتين ليهم علاقة بالتحدث واللغة في دماغك، اتصال طفيف، تمام؟ هي الوصلة دي يا جدعان هي دي البروسيس بتاعة التعلم اللي بتحصل في دماغك. عملية الاتصال دي هي دي الليرنينج اللي انت بتعمله، وغالبا بتتعمل وانت نايم. لما انت الكلام ده في أول مرة بتسمع بتتعرض فيها للمعلومة، أول مرة بتسمع فيها اللغة، أول مرة بتركب فيها على العجلة مثلا، الموضوع بعد مثلا تالت مرة بيعمل كده، فتلاقي إن المسار بدأ يتغلظ أو إن هو يتخن أو يكبر، اللي هو بنقول عليه المسار العصبي بتاع تعلم للمهارة دي. طيب أنت دلوقتي قعدت أسبوع بتركب عجلة، أو قعدت خلاص سمعت اللغة دي لمدة أسبوع. طبعا زي ما حكينا في الفيديو اللي فات بتاع عقلك اللاواعي، وزي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الوعي بالانا، فاي حاجه بتتعرض لها سواء بتعملها او بتشوفها هي انبوت بتغذي الحاجات دي، تمام؟ فانت قعدت اسبوع كامل بتاخد انبوتس، قعدت اسبوع قاعد بتغذي الحاجات دي وبتديها من هنا وبتديها من هنا. فالنتيجه ان ايه؟ ان المسار ده هيكبر وهيكبر وهيبقى مسار عصبي كامل كبير. وفرضا ان انت قعدت سنه بتعمل الموضوع ده، فهتلاقي ان المسار العصبي ده بقى كبير جدا، بقى المسار العصبي ده بقى صعب ان هو يكسر، تمام؟ وهتلاقي كمان ان في خلايا عصبيه تانية بدات تتصل بالمسار العصبي الجديد اللي انت كونته. خلية شكلها آدمي شوية. فزي ما انت شايف تعريف التعلم بالنسبة لدماغك هنا هي قوة المسارات العصبية ما بين الخلايا وكترها وكتر الخلايا المشاركة في الموضوع أصلا. يعني انت لما تتشبع بحاجة هتبتدي خلايا جديدة تخش في الموضوع، يعني تلاقي خلية بتربط زي الخلية دي كده، وخلية رابعة وخلية خمسة وخلية تسعة، كلهم بيرتبطوا ببعض وكلهم وصلاتهم العصبية قوية، كلهم وصلاتهم العصبية معقدة. خلي بالك ده شكل مبسط من اللي بيحصل، لكن الوصلات في الدماغ بتبقى معقدة أكتر، معقدة جدا، وبيبقى داخل فيها ملايين الخلايا. يبقى أنت لما تعوز تكتسب مهارة جديدة، أو تعوز تتعلم حاجة جديدة، أو تعوز تفكر بفكر معين،
وتتبنى اسلوب معين لازم في المقام الاول تتعرض له كتير جدا كتير جدا عشان خاطر تخدم المسارات العصبية اللي عندك دي. طيب، لحد دلوقتي احنا عرفنا ازاي بنكون نوع من الذاكرة، ويتهيألك انت كده خلاص بقيت شبه الهارد ديسك، تقدر تقوم بنفس الوظيفة اللي بيقوم بيها الهارد ديسك. بس في الحقيقة لا. ليه؟ لان الوصلة العصبية اللي اتكونت عندك دي بمجرد ما يتقطع عنها الامداد، بمجرد ما يتقطع عنها التغذية، بمجرد ما يتقطع عنها كل حاجة، وتبتدي الوصلة العصبية دي تضعف مع الوقت، تفضل تضمر، كل ما تهجرها تضمر وتضعف وتصبر اضعف واضعف واضعف لحد مش هقول تموت، ما بتموتش واخد بالك، بس على الاقل اللي بيبقى منها بس الخط الصغير اللي كان موجود من الاول، ده اللي بيتبقى من الوصلة العصبية اللي كانت عندك. تمام، يعني كمان اللي بيبقى اقل من كده كمان، احنا عايزين ايوه كده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي معلومه، اي مهاره اكتسبتها، اي لغه كنت بتمارسها محتاجه ممارسه مستمره، محتاجه يكون ذهنك حاضر في الموضوع ده بشكل تكرار متباعد، تكرار على فترات، ممارسه باستمرار، عشان خاطر المسارات العصبيه اللي كان ليها علاقه بالشيء ده ما تموتش، ما تختفيش مع الوقت. ليه المخ بيعمل كده؟ ليه المخ بيقعد يخفي؟ لان انت زي ما قلت، انت ما بتتحكمش في المدخلات اللي جايه لك. يعني انت ممكن تتعرض لاي حاجه في اي وقت، وممكن تتعلم اي حاجه في اي وقت، سواء انت عوزت تتعلمها او ما عوزتش. يعني انت ما بتتحكمش انت هتعرف الشيء ده ولا لا، ما بتتحكمش انت هتتعلم الشيء ده ولا. الشيء لو ظهر قدامك في احتماليه انك تتعلمه وانك تعرف. فالمخ بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه فرز تلقائي للحاجات اللي هو مش محتاجها. فالحاجه اللي بيمر عليها الزمن بيبتدي يقطع عنها التغذيه عشان يروح يغذي وصلات عصبيه تانية محتاجه التغذيه دي وشغاله حاليا ومحتاجها. طيب، لحد دلوقتي انت ممكن كمان تعتقد ان انت اصبحت اسوأ من الآلة. يعني انت اصبحت اسوأ من الهارد ديسك، اللي هو انت مش بس بتحفظ، لا ده انت كمان بتحفظ اسوأ من الهارد ديسك. يعني الهارد ديسك ممكن يستبدل دماغك دلوقتي. بس لا، ليه؟ لان لو ده حقيقي ما كانتش حاجة زي الاي اي اللي مستحدث دلوقتي عمل لك الشكل اللي احنا عملناه ده. الشكل ده منظومة الاحتمالات، شكل تبسيطي يعني منظومة الاحتمالات اللي بيقوم عليها الانجن بتاع الاي اي اللي هو شات جي بي تي، جيميناي، اي اي موديل انت بتتعامل معاه دلوقتي. خد بالك، هو ده عقله، هي دي طريقة تفكيره. يعني احتمالات كتير هو بيقعد يختبر الاحتمالات دي، والاقرب بيطلع منه هو كمان احتمالات لحد ما يوصل في الاخر لاجابة اقرب الى الصح. طيب، عارف البتاع ده بيسموه ايه؟ العقل ده بيطلقوا عليه اسم النيورونز. اها، يعني لما جم الناس يعملوا موديل اي اي ذكي، موديل اي اي فعلا يبقى مساعد شخصي للبشر ومنتشر دلوقتي بسبب كفاءته وبسبب اللي يقدر يعمله، ما عملوهوش غير من محاكاة لطريقة تفكير البني ادم. فهنا بقى انت لازم تدرك ان انت جوه عقلك في حاجة مميزة، في حاجة سبيشال، في حاجة اضطرينا ان احنا نحاكيها في آلة عشان تقدر تساعدنا، رغم ان احنا كان عندنا الآلة ما بتخطئش في التخزين، اللي ما بتخطئش في الحسابات، وافتكرنا مكانها الآلة اللي بتخطئ. يعني سبحان الله، الاي اي حاليا بيخطئ، صح ولا لا؟ اوريك برضو شكل، لو جينا بس هنا كده نبحث في بريف هتقدر تشوف الشكل اللي بيفكر بيه الاي اي. طيب طيب look at this. ده زي ما انت شايف مبدئيا كده الشكل بتاع الوصلات العصبية البشرية اللي موجودة في الإنسان. شايف اهي، هي دي الخلية العصبية، والتفريعات اللي طالعة منها دي هي الوصلات العصبية اللي شابكة في خلايا تانية عشان خاطر تبعت إشارات وتاخد منها المعلومة زي ما انت شايف. ده بقى شكل الاستراكشر بتاع الاحتمالات او النيورونز بتاع الاي اي. لو تركز فيها سيم ثينج اهي، خليه طالع منها وصلات عصبيه كتير، لو بصيت هنا خليه طالع منها وصلات عصبيه كتير، سيم ثينج، واخد بالك؟ عشان كده الاي اي هو اقرب حاجه لتفكيرك او اقرب حاجه لمخك وشبه مخك. ايه اللي بيميز مخك؟ زي ما قلت ان هو ما بيعتمدش انه بيسيف الداتا، انت عقلك بيتعلم ازاي يوظف الداتا. يعني لو افترضنا ان دلوقتي دي خليه عصبيه عاديه اهي، نيرون، ملهاش اي علاقه بالكلام ده، ملهاش، دي حاجه ودول حاجه تانية خالص، مفيش اي علاقه.
بس لو انت شفت مجموعة معلومات واستنتجت من خلالها استنتاج معين. يعني ايه؟ انت مثلا مرتبطة معاك ايطاليا بالبيتزا والباستا، في ناس تانية ايطاليا مرتبطة معاها بكليني ومالديني وبالوتيلي، في ناس تانية ايطاليا مرتبطة معاها بالاتنين، في ناس تانية فرنسا مرتبطة معاها بمبابي وفرنسا مرتبطة معاها بالكرواسون. فانت دلوقتي دخلك كرواسون از انبوت، ودخلك امبابي از انبوت تاني، وفرنسا از انبوت تالت. فالسؤال ايه اللي جاب ده لده لده؟ هي لو داتا عاديه هتاخد وهتسيفها عندك لو انت شفتهم في مواضع مختلفه، بس الحقيقه ان دي بقى الحاجه تميز عقلك واللي بتخليه اذكى من الاله واحسن من الاله، ومحتاجين نعمل كمان اله شبهه عشان تواكب ذكائنا، وهي الربط، الباترن ريكوجنيشن، تعرف على النمط والميل للاحتمال الاكبر والميل للحاجه المالوفه. ازاي؟ يعني ايه البصمه الذهنيه؟ يعني اي حاجه بتعدي عليك بتسيب فيك بصمه، بتسيب في عقلك علامه، وكل ما الحاجه دي تتكرر اكتر، كل ما تحصل لك كتير اكتر، كل ما تتعرض ليها بشكل اكبر، العلامه دي بتكبر وبتتخن وبتوسع وبتتعقد اكتر وبتبقى جزء لا يتجزأ من دماغك. وده واقعي ليه؟ لان انت مجرد ما تعرف حاجه خلاص في وصلات عصبيه اتكونت، في مسارات رايحه ومسارات جايه، وهنا جاي من هنا وهنا رايح على هنا، مستحيل خلاص ان انت تقوم لاغي ده كله. لا، فزي ما انت شايف دي خلايا عصبيه ايه مالهاش اي علاقه ببعض، بس باستخدام قدره عقلك في مراقبه الاحتمالات واستنتاج معلومات جديده من معلومات قديمه، تقدر ان انت تعمل ما بينهم ريليشنز، تعمل ما بينهم علاقات، ومن العلاقات دي تقدر تستنتج معلومه جديده ما كانتش موجوده من الاول. ازاي؟ يعني هدي دي معلومه اهي، وهدي دي معلومه، وهدي دي معلومه، وهدي دي معلومه، بس انت بتربط ما بين الحاجات دي، بتعمل روابط، بتحاول تشوف ايه الحاجات اللي ليها علاقه ببعض، بتحاول تعمل روابط هنا، روابط هنا، روابط. ولو في حاجة اتكررت كتير، لو في حاجة احتمالها أكبر، الرابطة بتاعتها دي، الوصلة العصبية بتاعتها دي بتقوى وبتتغلظ. فخلاص شوف، رغم ان دي ملهاش علاقه بده، بس اتربط معاك ان مبابي يعني فرنسا وفرنسا يعني مبابي. ممكن ما تكونش تعرف ان مبابي اصلا جنسيته فرنسي، هو بيلعب في منتخب فرنسا كتير، يبقى اكيد هو فرنسي. شفت؟ يعني معلومات انت استنتجت منهم حاجه جديده، محدش قالك ان مبابي فرنسي. ممكن الناس تشوف حاجه زي دي تافهه، بس الانجن بتاع الاحتمالات ده انا بشوفها بصراحه حاجه مبهره جدا. ولو انت شفت الكام حلقه اللي فاتوا هتعرف انا بتكلم عن ايه. ففي الحقيقه طول ما انت نايم، تحديدا في وقت النوم، طول ما انت مخك بيحاول يجرب يعمل وصلات عصبيه جديده، بيشوف هي هتنجح ولا لا. لو ما نجحتش بيلغيها ويجرب يعمل وصلات تانية، لو ما نجحتش بيلغيها ويجرب يعمل وصلات تالتة، ويجرب يوصل هنا في هنا وهنا في هنا وهنا في هنا. فالنتيجه ان انت بتقوم من النوم بيبقى عندك عدد من الوصلات العصبيه اللي بيفيد ان انت اتعلمت حاجه جديده. عشان كده جوده النوم مهمه جدا جدا جدا، وانا اتكلمت عن النقطه دي 500 مليون مره.